سلام البنات، نتمنى تكونوا بكامل بخير. جبت لكم اليوم اكله بزاف هايله وبزاف بنينه، ما راحش تدي لكم وقت بزاف، سهله التحضير والبنه. خليكم انتم تجربوها وتحكموا عليها. عن نفسي قسم ما كليت ما شبعتش منها، البنه جات طوب. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وصفات متنوعه مع كنوز، وتفعلوا الجرس بيلحقكم كامل جديد. ومجميع واحد يجرب وصفة من وصفاتي يخلي لي في تعليق كيف عجبته. كما راكم تلاحظوا معنا راهي تشهي تكون في الجنة. البنات جربوها وردوا لي الخبر. نروح لطريقة التحضير. راح نحتاج 500 غرام من اللحم المفروم، كذلك حبة بصل حجم تاعها يكون متوسط وتكون مقطعة رقيق. ضروري انه البصل يكون مقطع رقيق، واللي ما يقدرش يرقق يستعمل السكرفاج. في التوابل راح نحتاج الكمون فقط، كذلك الملح وشوية قزبر، كذلك حوالي 2 ملاعق كبار زيت الزيتون. زيت الزيتون ما تكثروش بزاف، نحتاج كمية قليلة. الخليط تاعنا ما نسحقوش يكون جاري، يكون متماسك. نخلطوا عفوا جيدا. كما راكم تلاحظوا معنا ضروري انه ندخلوا البصل والكمون جيدا في اللحم المفروم. بعدها نروح نشكل كويرات، الحجم تاعهم يكون شويه كبير باش نقدروا نشكلوا الشكل اللي رانا حابينه. الشكل اللي حنشكلوه هو عبارة عن حفرة في الوسط، والأطراف ضروري انهم يكونوا خشن، ما ترقهمش بزاف، باه الحشو اللي نضيفوه في الوسط ما راحش يسيح لنا. صدقوني البنات جربوها راح تجيكم هايله. كما راكم تلاحظوا انا لهنا عدلت الجوانب جيدا، ضروري انكم تخلوا مخشن. اعيد واكرر، انا لهنا واحده كانت في الجوانب كانت رقيقه سحلي منها الحشو، لكن عادي طيبتها وجت بنينه وكليناها ولا اروح كامل. كما راكم تلاحظوا بعد ما شكلنا كامل هذوك الحفر، رحنا ضفنا في كل وحده حبه بيض. تقدروا ديروا نصف حبه بيض عادي كما تحبوا، المهم ديروا كميه من البيض. بعدها نضيفوا الجبن اللي انا درت شيدار، كذلك كميه قليله من البصل وكميه قليله من الفلفل الحلو. الفلفل الحلو تقدروا ما تضيفوهش، والبصل على حسب الرغبه. بعد ما ضفت الفلفل والبصل، ندخلوا اللحم هذا الاشكال، اللحم المفروم ندخله في الفور يطيب جيدا. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تاعنا اليوم، وما تنسوش تدعموني في القناه. وصفات متنوعه مع كنوز. الى وصفه اخرى بحول الله، سلام.